انا لقيت قطن مصر في امريكا. تعالوا اوريكم لقيت ايه في وول مارت. تعالوا اوريكم. لقيت هنا اطقم حاجه زي كده، دي ملايه بكيسين مخده ومكتوب عليهم زي ما انتم شايفين كده ايجيبشن كوتون. كمان عاملين اكياس مخدات لوحدها وبرده نفس الفكره ايجيبشن كوتون. ولكن المفاجاه ايه بقى؟ بصوا بقى، اهو مكتوب عليه ان هو ايجيبشن كوتون، بس تعالوا شوفوا بقى هنا في الظهر ميد ان ايه، ان انديا. يعني الهنود بياخدوا مننا القطن وبيصنعوه ويوردوه هو لامريكا. طب احنا ليه يا جدعان ما بنوردش احنا لامريكا يعني، بدل هو اصلا القطن بتاعنا؟ عايزين نناقش الموضوع ده. بما انكم طبعا عارفين القطن المصري سمعته عامله ازاي بره مصر، فسعر الطقم اللي هو مقاس كوين عامل $63 74 سنت، والمقاس الكينج عامل $69 و14 سنت. وبالنسبه لاكياس المخده برضو نفس الاسعار متفاوته يعني. الاكياس المخده اللي هو الكينج $24 92 سنت، واللي هو الستاندر اللي هو الكوين عامل $22 74 سنت. طبعا يعتبر ان هو غالي عشان خاطر القطن المصري.